تعالوا نعمل مع بعض السمك البلطي في صينية سنجاري. سنجاري، أيوة سنجاري. معاه جزل كمان، السمك الرهيبة بتاعة التونة. يلا بينا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة ورائعة ورهيبة. جبت السمك عندي ونضفته وغسلته وخليته زي الفل، وجبت عندي سمك التونة حلقات. سمك التونة بيكون لحمة أحمر عشان كده مغمق. وجبت عندي طماطم وبصل وفلفل وثوم وحلقات ليمون وعصير ليمون، ملح وفلفل وكمون وشطة وبهارات السمك. وجبت عندي بصلتين كبار متقطعين قطع. خلاص كده جهزت كل الطلبات، وطبعا في زيت زيتون وفي خل. جبت بولة بقى عشان احط فيها كل المكونات. اعمل التتبيلة بتاعت السمك. احط كده البصل يا جماعة، بصلتين كبار يعني حوالي نص كيلو بصل. حطي عليهم ربع كيلو طماطم. حطي الفلفل والثوم، حطي الليمون، حطي الكمون والشطة وبهارات السمك. يلا وحبة خل وحبة زيت، وتفضلي بقى تمسكي كل المكونات دي. ده عندي هنا خل البلح. الخل ده جميل جدا وعضوي. حطيت انا الزيت وحطيت الخل. خلاص كده امسكي بقى المعلقة وقلبي كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. لازم التتبيله دي تقلبيها كويس جدا، بعدين تركنيها شويه. جبت بقى الفوين، حطيت عليه ورقه زبده، ويلا بينا نحط بقى من الخلطه كده تحت السمك ونفرش. وما تستكتريش الخلطه، بالعكس والله آه هتخلي السمك جميل وانا حاساه شويه. بس الحمد لله. هنبدا بقى نحط كده من فوق ومن تحت ومن جوه وبين السمك، من كل مكان. شايفين الفن كده في الحط؟ تفضلوا تحطوه كده بكل الطرق اللي انتوا شايفينها دي. لازم يتحط كده في كل جواه وبراه وفي كل حته، وفي نخاشيشه وتحته وفوقه. وتكوني حريصه كده ان الكميه تبقى حلوه. وزعي، وبعدين لو اتبقى تاني بترجعي تاني توزعي، عشان خاطر تبقي وزعتيه كويس. افضلي بقى وزعي وزعي ولفي كده في الصينيه عشان تحطي كل حاجه فين تشوفي فين مش محطوط، فين عايزه يتحط، وتحطي تحت الجزل وفوق الجزل وفي كل مكان كده حطي، عشان ده فيه التتبيله هيخلي طعم السمك بتاعك جميل، وطعمه هيبقى رهيب جدا ورائع. خلي بالك اهم حاجه التوزيع، عشان كده يخلي عندك صبر كده وانتي بتوزعي الخضار بتاعك. ايوه كده كده خليناها غنيه ومليانه من كل اتجاه. نبدا بقى السمك التونه بالذات، عشان الملح بتاعه، الملح ما لحمه بيبقى جالس ما بيتملحش كويس. لازم كده تملحيه لوحده، ترشي عليه ملح كده براحته، كميه حلوه كده عشان يتغلغل جواه. انا طبعا غسلاهم وحاطه عليهم ملح وخل، بس برضو عشان خاطر هو جوه الفرن والحاجات دي فوقيه كده، تقوم يغلي كده مع بعضه ويطعم. رشينا وحطينا بقى زيت زيتون كمان عليه. كده احنا ضمننا ان التتبيله بتاعته هتخش جواه. وبعدين جيبي شرايح الليمون وحطي عليه. وزعي بقى بقيه الليمون زي ما انتوا شايفين كده. ودي السوائل اللي بقت من الدقه بتاعتنا حطيها. تتبيله دي الميه بتاعت التتبيله. وبعدين وزعي بقى الزيت كان عندي نص كوباية زيت، وزعتها حوالي 4 معالق كبار. وزعتهم كده كويس. الطريقة دي موفرة في الزيت، ما بتاخدش زيت كتير، وبيبقى الأكل بتاعك طعمه جميل، وبرضو تبقي غيرتي لولادك. ومفيش أعظم ولا أجمل من صينية السنجاري. يلا بقى حطي كده الليمون في كل حتة. وزعي الليمون بتاعك الحلقات اللي احنا عاملينه، وبعد كده برضو حلقات الطماطم. تنسوش ان العين بتاكل كده قبل البق يعني.
انا جبت طماطمتين كده وقطعتهم حلقات، وقلت احطهم مع شرايح الليمون، هنحطه في الفرن. هيقعد عندك في الفرن ساعة ونص، ويطلع عندك بالنتيجة الرائعة الرهيبة دي. ولازم تخليه خالص مفهوش اي مية، هيطلع معاكي رهيب وجميل. وكل شوية تطلعيه وتشوفيه كده في مية سوائل تحت، يبقى تخليه لغاية ما يستوي معاكي، يطلع رائع ورهيب وجميل وبألف هنا، وريحته رهيبة جدا.